قبل ان نلقي يمين الطلاق على الهواء. هي في الوقت ده رفضت تعمل مداخله، رفضت تتكلم وقالت انا مش هتكلم الا لما تعرض على النيابه واتسال في كل الكلام ده، وبعد كده اشوف النيابه هتحبسني ولا هتخرجني. هي اتعرضت على النيابه واتسالت في كل الاتهامات اللي عملها كابتن ابراهيم سعيد، والنيابه اخلت سبيلها ما حبستهاش. عشان كده هي معانا النهارده هي ومحاميها استاذ هيثم حمد الله. دعونا نرحب بمدام شاهد عبد الله طريقه كابتن ابراهيم سعيد. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا كمان الاستاذ هيثم حمد الله محامي مدام شاهد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا بك. ايه الحكايه؟ الحكايه في ايه بالظبط؟ في الموضوع كله؟ هبدا بخمسه كيدي. انت مصوره حاطه صورتين على على صفحتك على الفيسبوك. تمام. وهاتوا لنا الصور اهم. ايه حكايه الصوره دي؟ خمسه كيدي. كيدي دي بتضايق ابراهيم قوي. بتضايقه جدا يعني. بتضايقه. بس فحسيت ان هي بتضايقه بتعصبه بتنرفزه، فقلت له خمسه كيدي. انت عايزه تضايقيه يعني؟ لا مش هضايقه بس. امال؟ لا ده ناخد حقي كمان. تاخدي حقك. يعني انت تشوفي انك انت لما تستفزيه فجزء من اخذ حقك. لا 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 انا مش صغيره ان انا اعمل كده. لو انا كنت عايزه اعمل كده كنت رديت عليه اصلا. انا قلت الاتهامات دي من شهرين. معانا في كنت رديت عليه. لا انا اكبر من ان انا ادخل نفسي في الحاجات دي يعني في الجو ده. ده يخليني انا ست خلص تعالى بقى نتحس. شهر تعالى بقى نتحس في كل حاجه في النيابه. طبعا بالقانون. مدام شاهد، كابتن ابراهيم كان طلعك على الواتس. تمام. وطلعك هنا على الهوا عندنا. لا هو مش مطلعني على الواتس، هو مطلعني يوم 25 طبعا. في محضر. هو ضربني الساعه 2. محضر شرطه؟ في اسم معادي. ضربني الساعه 2 الظهر وطردني من البيت. اعرضوا لنا صوره محضر الشرطه تحسين بتاع اسم المعادي. طردني وخاف من اهلي الوقت ده فقفل علينا باب الشقه مع ان ما حدش جه جنبه خالص. هو كل اللي قالوه يعني والدتي واخواتي احنا هناخد حاجات بنتنا ونمشي. احنا ادينا ورقتها. قال لا ما فيش ورقه. فكانت والده ووالدته موجودين واستاذ هيثم كان موجود. فوالدته راحت قايله لمامتي عايزه ورقتها تدفع. تدفع. تدفعي مقابل الطلاق. ادفع فلوس عشان اخد الورقه دي، ورقه طلاقي يعني. فماما طبعا قالت لها تدفعي 5 سنين بتدفع. 5 سنين اخدت الورقه اللي قدامها. تدفعي تاني. كفايه اللي هي عملته. هناخد ورقتنا بالقانون. اوكي وبالقواضي. المهم هو دخلني الاسم اصلا بيتني في الاسم انا وابنه. فانا لما رحت الاسم كان طلبت منهم يعرضوا لنا المحضر اهو. اتعرض اهو المحضر معانا على الهواء. المحضر وفي تقرير طبي في المحضر ده. برفق بالمحضر ده الاسم قلنا التقرير الطبي برضه حاولوا تعرضوه. هو موجود في المحضر. الاسم يوميها طلعني على تقرير طبي عشان كان فيها جروح كتيره وكنت متعوره. ضربني طبعا ضربني هيثم كان موجود شايل عيان يعني. تمام. بس طلعت عملت تقرير وطبعا ما حدش كان متهمني بحاجه فكنت المفروض امشي انا وابني. فهو اتهم اخواتي الولاد مع ان ما كانش فيه يعني تقرير طبي بتاعه ما قالش ان فيه اي خربوش. ما كانش فيه اي جروح ولا اي خرابيش ولا اي حاجه. كان هو اللي ضربني. فقعدنا في الاسم هو واهله قصادي وانا واهلي قصاده. واخدينها كده يعني الاسرتين كلهم. المهم بالظبط. فالمهم يوميها استاذ هيثم كان معانا كان عمال يراضي من الطرف ده ومن الطرف ده عشان خاطر الواد وانا في الاسم بلبس البيت. هو اللي كان عامل حضرتك المحضر ولا انت اللي عاملاه؟ لا هو اللي طلب النجده. يعني هو اللي طلب. هو قفل علينا باب الشقه بعد ما طردني. قعدت 8 ساعات بره الشقه. تمام. اهلي جم من اسكندريه الساعه 10. كان عندنا وقتها فرح بنت خالتي. جم من اسكندريه الساعه 10. 10 ونص 11 قفل عليهم باب الشقه وراح جاب النجده. فكلموني فانا رحت رايحه على البيت على طول. طبعا استاذ هيثم قال لي قفل الشقه علينا وشكله رايح يجيب لنا النجده. وكان استاذ هيثم موجود هو كمان. واستاذ هيثم كان موجود كان رايح مع ماما واخواتي. استاذ هيثم انت حضرت الموضوع والموضوع راح الاقسام والكلام ده. الاجراءات اللي انت عملتوها ساعتها ايه؟ يوم 25/7 بعد ما قفل علينا الباب وواحد يجيب جاب هو من اسم شرطه المعادي. وطبعا عايز اقول لك ان الوقت ده كان وقت خطير جدا لان بدات الاسرتين جوه الشقه بيتعاركوا. بدات الشقه من جوه بتتكسر كمان. والموقف جوه انا كنت يعني وهو طلع يجري حاسس ان كان في حد باب الشقه وراح يجيب كان في حد ممكن يسقط قاتلا في القصه دي. المهم شويه ولقينا القوه بتاعت الاسم وصلت وبتخبط القوه علينا وافتحوا الباب.
ابراهيم جاي معاهم. اول حاجه عملها راح خبى العربيه في المنطقه ده كان بعد العربيه الجيب. كنت انا لسه جايبه العربيه الجيب قبل المشكله ب3 دي ب4 أيام. ايام. طب انا هروح للعربيه، لكن انا ب4 ايام فخباها. اول حاجه خباها. طيب انا هتكلم في العربيه واتكلم في كل حاجه، لان هو اثرنا الكلام ده مع لا كابتن ثانيه ابراهيم، معلش ممكن الحقيقه تردي. لا قطع حضرتك. آه. هو اليوم ده لما قعدنا في اسم الاستاذ هيثم بيراضي من الناحيه دي من الطرف ده من الطرف ده من الطرف ده، فانا لما لقيت ان طبعا المحضر خلص اتعمل وتقرير طبي وكده، فانا كنت همشي انا وابني، فلقيت ابراهيم طبعا في الاسم لازم يدخله الحجز، ده بايت هيطلع على النيابه متهم، فقال لي عاوز المتعلقات والدبله والسلسله والحزام، واخدوا منه تليفوناته ولقيته داخل الحجز، وانا كنت ماشيه انا وابني. ف يعني ما رضيتش، قلت لهم طب انا عايزه اتصالح خلاص. ما رضيتيش تبيتي ابو ابنك؟ ما رضيتش. هو بيتني. الكلام ده كان 4:30 الفجر بقى، بعد ما قعدنا بقى 5 ساعات ولا 6 ساعات جوه الاسم يعني. فقلت لهم لا عايزه اصالح، وفضلت قاعده معاهم في الاسم ما روحتش، وطلعت على النيابه عملت محضر الصلح واخدت عليه هو واهله بعدم التعرض ليا والبيت الزوجيه تاني تماما. طب انا يعني الحقيقه في فيديو يعني ماشي في السكه اللي انت بتقوليها. هو كابتن ابراهيم برضه ايام ما كان في حلقه مع توني خليفه، مع الزميل توني خليفه في برنامجه، قال كلام حلو قوي ليكي. ده يعني قبل الموضوع بتاع الاسم ده بشهرين بس. طب ما تعرضوا لنا الكلام ده وناخد تعليق من مدام شهد عليه. طب انت متزوج، الكلام ما بيبقاش مراتك عن الموضوع ده؟ ده اكيد طبعا بزعجها، بس الحمد لله انا علاقتي مع زوجتي علاقه كويسه جدا. في تفاهم بشكل كبير جدا. انت اتجوزت كم مره على فكره؟ اتجوزت 3 مرات، مطلق مرتين، والحمد لله ربنا يخلي لي زوجتي معايا، بقالنا 4 سنين مع بعض، عندي ادم منها، فالحمد لله الحمد لله يعني 4 سنين رقم قياسي ما شاء الله يعني. بس هي مراتي بصراحه وقفت معايا كتير، ومتفهمه شخصيه ابراهيم، وبتعرف تتعامل معايا بشكل كويس. كم عيل عندك؟ انا عندي ادم. نعم. من مراتي حاليا، وعندي من الاولى طليقتي الاولى عندي منها بنتين، عندي جوليا وليلي. جوليا عندها 11 سنه، وعندي ليلي عندها 9، ومن الطليقه الثانيه عندي منها بيانسي عندها 7 سنين ونص. ايه رايك في الكلام ده؟ ده هو مش، ما اعتقدش ان ده اللقاء الوحيد اللي كان بيقول عليا كده. في برضه لقاء مع الاستاذ ولي براشي، كل اللقاءات اللي كان بيطلعها كان بيتكلم عليا بنفس الطريقه. واعتقد ان هو لو ما كانش متاكد ان انا وقفت جنبه زي ما هو ذكر في الحلقه، وان احنا متفاهمين، وان انا وقفت جنبه كتير واستحملت معاه اللي ما حدش يستحمله، وشلته كتير، واشتغلت كتير، وصرفت كتير، وعملت كتير، وبنيت كتير، صرفت على بيتي، صرفت على ابني، صرفت على ابو ابني. ما كانش بيصرف على بيتنا؟ ابراهيم سعيد، احنا نبدا بقى من اول مشوار من اوله. ابراهيم سعيد لعب في كام نادي؟ الاهلي وفي الزمالك. اول لاعب كوره يحترف في الدوري الانجليزي، اول عربي يحترف في الدوري الانجليزي، زي ما راح زي ما جه. الاهلي دفع فيه مش عارفه كام مليون ولا 2 مليون ولا 1.5 مليون غرامه، او مش عارفه تعويض مش عارف ايه. الزمالك برضو نفس القصه، طلع منه بغرامه وبتعويض. الاتحاد الاسكندري دفع 380,000 عشان ياخد عقده ويمشي. اعتقد ان ابراهيم سعيد كان بيلعب في الانديه وبيدفع، وكل فلوس ابراهيم سعيد ما هو لك بيدفع من لا 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 هفهم حضرتك ازاي. عارف حضرتك لما تاخد شغلانه وتكسب فيها، فتاخد شغلانه ثانيه تخسر فيها، فتاخد من دي تسد في دي. هو ابراهيم كان بيعمل كده، كسب في حاجه كان بيروح يخسر في حاجه. ابراهيم سعيد بيصعب عليه نجاح، كانه متحدى نفسه ان هو هيعيش عمره كله بيدمر نفسه، بيقع، بيفشل في كل حاجه. ده كانه بيصعب عليه نفسه، مصمم على الدمار. لدرجه ان انا لما قلت له ابراهيم سعيد انا بشتري اب لابني، اديني ورقتي، وزي ما دخلنا معروف نطلع بمعروف، وهسيب لك الشقه وهسيب لك العربيه، ولو عايز فلوس في اي وقت ارفع سماعه تليفون، انا هبعت لك اي حاجه انت عايزها، بس ما تحتاجش لحد. انت ابو ابني، ما تفيش في يوم من الايام ترفع سماعه تليفون تستلف من حد حاجه، عشان على الاقل ابو ابني انا هبني فيه عشان ابني بيتبني جنبه. انت هتقع ابني هيقع. بس قال لي قلت له عشان تعرف تعيش، عشان تعرف تبني نفسك، وعشان 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 ومش هسيبك متدمر، عشان عارفه كويس جدا ان انا لو وقفت قدامك انت هتتدمر. لو وقفت قدامه؟ طبعا. وديكي وقفت